لوزارة الداخلية على المجهود اللي عاملينه عشان يقبضوا على اي حد خارج عن القانون. صراحة في جهد مبذول وواضح جدا ان هم ما بيعديش يوم غير ما بيكونوا قبضوا على اي حد بيعمل حاجة ضد القانون. طبعا محتاجه اتكلم عن الثلاث بهوات دول اللي هم مش عارفه احطهم تحت مسمى قوسين، دول اشباه الرجال. القصه ايه بقى؟ ان الثلاث بهوات دول كانوا ماشيين فلقوا بنت ماشيه كانوا بيعكسوها. المهم اللي انا فهمته ان هم اتفقوا مع بعض ان واحد فيهم هيجي من وراها هيضربها بالشلوت، واتنين التانيين هيصوروا عشان الفيديو يبقى ترند وفايرال والناس تشوفه يجيب مشاهدات. المهم نفذوا حقيقي، وكان في حبيبتي بنت ماشيه وجي واحد من وراها وراح ضاربها بالشلوت طيرها على الارض، والولدين التانيين صوروا وهزروا وضحكوا ونزلوا الفيديو. طبعا صار غضب الناس وانشنوا على وزاره الداخليه، وحقيقي في خلال يوم كان اتقبض على 3 اشباه الرجال. سؤال: اتربوا ازاي؟ طب اللي ربتهم مين؟ يعني هل اللي ربتهم دي واحده ست فهل هم بالنسبه لهم الام والاخت والخاله والعمه والجده اللي هو النساء اللي في حياه الناس دي مستباحين قوي، فشايفين ان هم اما يضربوا واحده بالشلوت كده عادي؟ انا عايزه افهم الاهالي اللي بتربي اشباه الرجال الذكوريين، ارجوكوا ربوا رجاله. انتي ست ومفروض تبقي عارفه الست بتتعامل ازاي. ربي راجل بالطريقه اللي انت تحبي تتعاملي بيها، مش بالطريقه اللي جوز حضرتك بيعاملك بيها. بلاش تطلعوا عقدكم النفسيه على الاجيال. لو انت عايشه مع راجل بيضربك وبيهينك والنشء اللي طالع هو اللي شايف الكلام ده، فطبيعي ان ده بيعمله في بنات اللي ماشيين في شايفك مهانه، شايفك ممكن تكوني ماشيه جوزك بيديكي بالشالوت وبتقع على وشك عادي وبتكملي حياتك عادي، ضرب بالشالوت وضحك العيال عليكي وانت دخلتي قعدتي تعيطي في الاوضه ولا في الحمام وخرجتي ابتسامه على وشك. بقى اللي اتربوا بالطريقه دي، اصل انا ما عنديش اي مبرر ان واحد يضرب بنتي او يوقعها على الارض لمجرد ان هو عايز يضحك، غير ان هو شايف ان امه ممسوح بيها بلاط الارض. اجيال مشوهه طلعت ان الست دي بتتضرب وتتهان وانها جاريه في البيت عشان تطفحهم وعشان تشتغل لهم وعشان يقعدوا زي القمطاع، هي اللي ساعات كمان تنزل تشتغل وتصرف عليهم وترجع تطفحهم وفي الاخر تتهان وتتضرب. طلعتوا جيل مشوه، طلعتوا اشباه رجال متخيلين ان مجرد ان الانثى دي في حياته فهي جاريه من حقه ان هو يتحكم فيها ويمد ايده عليها اذا كانت اخته ولا مراته. طبعا لو امه مش هيضربها، والله اعلم، في عقوق والدين برضو ممكن يضربها، او ابوه بقى قايم بالليله. للاسف محسوب علينا ذكر، ولكنه يعني ذكر الصرصار الضفدع افضل منه عشان تربيتكم العفشه. انتوا مشوهين وطلعتوا اجيال مشوهه. ان الاشكال دي تاخد اقصى عقوبه، رجاء لكل القائمين على القانون. الاشكال دي تاخد حكم رادع ويتذاع في الدنيا كلها عشان كل واحد يفكر كده تسول له نفسه، يعرف انه لما